السلام عليكم. كيف ما عودتكم في كل مره غادي نبقاو نهضروا على برامج الترموميكس. اليوم غنتكلموا على واحد لو مود اللي هو مود كويسون دي زو. غنشوفوا هنا كاين يعني الوقت، ماشي حنا اللي كنتحكموا في الوقت. اذا هناك الترموميكس على حسب درجه حراره البيض وايضا البرنامج اللي اخترنا غادي يحدد الوقت. طرق طياب البيض، اذا هنا كاين عندنا الاكوك، يعني داك اللي كنديروه في ديك كنرشيو فيه الخبز وداكشي كيكون البيض حتى هو ما طيبش مزيان. كاين ميمولي، كاين مولي، هادو كيبقى داك الصفر يعني خضر بزاف. كاين ميدور، يعني داك الصفر شويه بدا كيطيب. وعندنا دور اللي هو الطياب العادي ديال البيض. فبالتالي هاد الخاصيه هي مزيانه بالنسبه للناس اللي باغيين هاد لي مود هادو. خصكم تعرفوا بان هاد البرنامج ديال طياب البيض بالنسبه للترموميكس كيقول لك بان البيض خصو يكون يلا خارج من الثلاجه، يعني في درجه حراره الثلاجه. ولكن غنشوفوا لاستيوس او الحيله الا كان البيض عندكم يعني بدرجه حراره المطبخ. اول شيء خصنا نديرو الماء لحد هاد رقم 1، يعني تقريبا لتر من الماء. بالنسبه للبيض خاصو يكون من 2، اقل كميه هي 2 واكثر هي 6، بين 2 و 6. وغنوضعو مباشره بهاد الطريقه. بالطبع غنغلقو الترموميكس وكنختاروا البرنامج اللي بغينا. الان بالنسبه للناس اللي عندهم البيض بدرجه حراره المطبخ، مثلا الا كنتي باغاه في هاد دور غتمشي لميدور، يعني غتمشي البرنامج اللي قبل. مثلا بغيتو يعني طيب كله، غادي نمشي نختار انا البرنامج اللي نص طياب ديال الصفر. بغيتو نص طياب الصفر غنمشي مولي، وهكا قبل. هذا الا كان البيض في درجه حراره المطبخ. ايضا ملي طيب البيض مباشره تحيدوه من الترموميكس، والا غيكمل الطياب ديالو، ما غينجحش لكم يعني الطياب اللي بغيتو. غادي نجرب انا، غندير مثلا بغيتهم دور، غنمشي لهنا، غنمشي حتى لهنا صافي. اذا هنا غيشوف حسب درجه الحراره، شوف شحال عندنا 19 دقيقه.